كنا من فترة اتكلمنا عن مطحنة اديسون اكسبريس، جربناها في درجات طحن مختلفة، وكانت انعم درجة طحن فيها مناسبة جدا للاسبريسو الباسكت المضغوط، وكانت كمان مناسبة للباسكت المكشوف، لكن كانت يدوب مناسبة. لما جربنا وقتها استخلاص الاسبريسو للباسكت المكشوف كان الاستخلاص في 20 ثانية، استخلاص حلو جدا جدا، لكن برضو 20 ثانية ده يعتبر سريع شوية. مع بعض انواع البن التانية اللي جربتها لقيت ان انا محتاج درجات انعم شوية، فقررت دلوقتي ان انا اعمل عملية تعديل للمطحنة دي عشان ننعم درجات الطحن، وهحاول ان انا اوضح لكم الخطوات بالتفصيل، وحاول وقتها تمشي على الخطوات بالظبط عشان ما يحصلش معاك اي مشكلة. برضو كمان لازم اكد ان عملية التعديل معناها ان احنا هنفك المطحنة بالكامل، وبالتالي لو هي جوه الضمان فغالبا هتخرج من الضمان. وكمان لو انت مش من الناس اللي هي بتحب تفك الحاجة وتربط وتعمل، ووارد جدا الحاجة تبوظ منها، فانصحك بلاش تعدلها بنفسك، وحاول تروح لحد يعدلها لك، هو هيكون وقتها الموضوع امن جدا بالنسبه لك. وبالنسبه لمطحنه اديسون اكسبريس وكازو، الاتنين مساميرهم هي مسامير صليبه عاديه خالص، مفيش فيها اي مشكله، لكن مطحنه اريتي اعتقد ان هي من جوه بتحتاج مسامير شكل نجمه، فبرضه ما تحاولش تفكها وتعدلها قبل ما يكون عندك المعدات الكافيه. دي الحاجات اللي انا هحتاجها، مش شرط يكون سكرو درايفر، ممكن عادي مفك بايدك، لكن اللي مهم فعلا ان يكون المفك ده طويل جدا بقدر الامكان. لو ما عندكش مفك طويل ما تبداش تعدل المطحنه قبل ما يكون معاك واحد. من غير ما اطول عليكم اكتر من كده، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من سولوبيديا، معاكم اسلام، يلا بينا نبدا. طيب قبل ما نبدا نفك المطحنه عشان نعدلها، محتاجين الاول يكون عندنا اختبار لانعم درجه طحن من اي نوع بن معين. انا المره دي هستخدم البن ده، هطحن كمية صغيرة جدا منه على أنعم درجة طحن عشان أقدر أقارن بيه النتيجة اللي هوصل لها بعد ما أعمل عملية التعديل. بس مبدئيا هي دي شكل النتيجة. النتيجة ناعمة جدا على فكرة، لكن الباسكت المكشوف أنت محتاج أنعم درجة أو 2 كمان، مش أكتر من كده. المهم دي النتيجة قبل التعديل، هنسيبها دلوقتي على جنب، وهنبدأ دلوقتي ان احنا نفك المطحنة على 3 مراحل. وقبل ما نفكها اكيد لازم نكون فاصلينها تماما من الكهرباء، ونفك الهوبر، وهجيب طبق احطه عشان لما اقلبها اكيد هيكون فيه بواقي بن. ده كويس جدا. اوكي، واول مرحلة من فك المطحنة دي ان احنا هنفك القاعدة دي كلها، هما 7 مسامير هنفكهم كلهم. زي ما قلت لكم ممكن مفك عادي، لكن انا هستخدم الاختراع ده. ال7 مسامير دي كده اول مرحلة، بس كده. وده كده شكل المطحنة من جوه. في هنا مجموعة مسامير تانية انا مش محتاج افكها، ملهاش دعوة خالص بالمسامير دي، لكن في بقى هنا في العمق 4 مسامير تانيين لجوه خالص موجودين، وهم دول اللي هيحتاجوا المفك الطويل ده عشان خاطر نعرف نفكهم. خلي ده على اطول حاجة ممكنة خالص كده، مش طايل، حتى على اطول حاجة ممكنة هو مش طايل. شايفين فرق الطول؟ فبعد محاولات كتير المفك ده منفعش خالص، اضطريت اوقف عملية التعديل لغاية ما رحت وجبت المفك الطويل جدا ده عشان اعرف ابدأ تاني مرحلة من الفك، وهما ال4 مسامير دول. المفك ده اطول من المطحنة، هو محتاج يكون طوله في حدود 20 سنتي تقريبا، طول شبر بايدينا كده. وكده احنا جاهزين نبدأ تاني مرحلة من الفك. ولازم يكون مغناطيس عشان تعرف تطلع المسامير. المسمار اللي هنا ده فيه جنبه اسلاك كده هي اللي مداريه عليه. ماشي، المسمارين دول اتفكوا لكن ما طلعوش من مكانهم. جرب نقلب المكنه كده بالراحه. كده احنا خلصنا تاني مرحله في الفك. المفروض هنلاقي الجسم ده كده ايه، بقى سايب من مكانه. في هنا لسان صغير كده، فانا هلاقي الحته دي مفكوكه اكتر. هحاول اشيل بالراحه كده لغايه اما اللسان اللي هنا ده يتفك لوحده، بس كده. وده كده الجزء العلوي من المطحنة، متوصل بالجزء اللي فوق ده بالأسلاك اللي احنا شايفينها دي. فهننزل الجزء ده على جنب ونسيبه معلق كده. كده احنا خلصنا تاني مرحلة في عملية الفك، ونيجي لتالت مرحلة. وقبل ما نبدأ فيها
اشرح لكم الاول ايه هي عملية التعديل او ايه اللي احنا بنحاول ان احنا نعمله. ده دلوقتي الترس الخارجي وده الترس الداخلي اللي ثابت في مكانه، وكل اللي بيحصل لما بغير الدرجة بتاعة الطحن هو ان الترسين دول بيقربوا من بعض اكتر او بيبعدوا عن بعض اكتر. لو الترس ده لف في الاتجاه ده فالدرجات عمالة بتخشن لان ده كله عمال بيعلى لفوق يبعد عن الترس الاساسي. لما بيلف في الاتجاه ده الدرجات بتنعم لان الترس ده عمال بيقرب لتحت اكتر. هو ده كل اللي بيعمله البكرة دي. لو تاخدوا بالكم هنا، وبالتالي الترس ده بيقرب من الترس ده او بيبعد عنه. انا محتاج ان درجة واحد دي تكون انعم من كده كمان، محتاج ان مثلا انعم درجة دي هي 5 مش 1، فلسه عندي 5 درجات تانية اقدر انعمهم. هنعمل ده ازاي؟ في ادي مسمار تاني، في مسمار تالت، هفك ال3 مسامير دول، فدي هتبقى بتتحرك معايا لفوق. هحركها لفوق حاجة بسيطة وانا مثبتها في مكانها بايدي عشان ما بوظش الدنيا، وبعدين ابتدي الف البكرة دي في الاتجاه الخشن 5 تكات، وبعدها اروح معشقهم تاني في بعض عشان الدرجة اللي انا حاليا عليها بدل ما هي 1 تبقى كأن هي دي درجة 5. وهي دي اهم حاجة وهي دي عملية تعديل المطحنة، فنركز جدا في المرحلة دي ونبدأ كده نفك ال3 مسامير. هناخد بالنا ان كل نوع مسامير بشكل معين فصعب نتلخبط ما بينهم. ده تالت مسمار. طيب كده بعد ما فكيت 3 مسامير دول هلاقي الجزء ده بقى بيخرج لفوق حاجة بسيطة قوي، بس مش بيخرج بالكامل لان لازال شايفين الجزء اللي هنا ده، الجزء اللي هنا ده مثبت الجزء ده نسبيا من النقطة دي، فانا لو فكيت ال4 دول الجزء ده كله هيطلع خالص، لكن انا مش محتاج افكهم. انا بس كل اللي يهمني ان انا لما ارفع ده شوية كده، شايفين العلاقة بين الترسين دول؟ هي دي اهم نقطة، العلاقة بين الترسين دول تبقى سايبة، فاقدر الف الترس ده من غير ما الترس ده يلف. مهم جدا اعد انا لفيت كام لفة، فانا هبدأ لفة، شايفين الترس ده لف وده ملفش، التانية، التالتة، الرابعة، الخامسة، تعالوا نزود لفتين كمان، الستة، السبعة. فأنا كده كأني واقف عند رقم 6 تقريبا، بس أنا لفيت 7 تكات بالظبط هما دول. هرجع تاني أثبت المسامير دي في مكانها، وبعد ما أثبتها أقدر تاني أرجع أجرب البكرة دي وأشوف إيه الأخبار. بالمناسبة هو ده أهم مسمار، مش لازم أركبهم كلهم، هكتفي دلوقتي بإن أنا أركب المسمار ده بس وأجرب كده إن أنا ألف وأوصل لغاية درجة 1 2 3 4 ومش قادر ألف أكتر من كده. ليه مش قادر ألف أكتر من كده؟ في هنا مسمار وفي لسان كده، هما دول اللي عادة بيعملوا لي مشكلة هنا، إن أنا بيخبطوا هنا. المسمار ده طويل شوية فبيخبط هنا، فالدرجات اللي أنا عدلتها لسه مش قادر أوصل لأنعم درجة، لسه في كذا درجة أنا نعمتهم مش قادر أوصل لهم من ال7 درجات. شايفين؟ الكلام ده ليه حل سهل جدا، وهو إني ببدل المسمار ده بمسمار أقصر. أسهل حل عشان أجيب مسمار أقصر هو إني أبدل المسمار ده بالمسمار اللي موجود هنا. المسمارين دول قصيرين جدا، هاخد أي واحد فيهم وأبدله بالمسمار ده، فمش هيخبط في الجزء الأسود ده. شايفين المسمار ده طوله قد ايه؟ مسمار طويل. المسمار اللي كان هنا ده مسمار قصير جدا، فانا هبدل المسمار ده بالمسمار ده هنا، وهحط ده هناك حتى لو مش قافل كويس مش مشكلة، مش هيضايقني في حاجة. مش لازم يروح لغاية الاخر عشان ما بوظش المطحنة نفسها، وهو مش لازم يكون ماسك جامد. المهم ان انا اثبت ده تاني في مكانه. تمام. فدلوقتي المسمار ده مبقاش طويل زي الاول، وبقيت لو جيت الف درجات الطحن عشان اروح لانعم درجة موجودة عندي، رحت لغاية انعم درجة من غير مشاكل، والمسمار عدى من هنا من غير اي مشاكل. فكده انا نعمت 7 درجات من الطحن. خلينا نرجع تاني للدرجة اللي احنا كنا واقفين عليها على ان هي انعم درجة. 1 2 3 4 5
6 7. تمام. وخلونا نركب برضو بقية المسامير في مكانها. مهم جدا الثلاث مسامير دول يبقوا راكبين كويس عشان درجات الطحن تطلع مظبوطة. تمام كده، انا كأني لسه مغيرتش اي حاجة. الوضع ده هو نفس الوضع القديم، لكن الرقم اللي هنا اتغير. فجينا دلوقتي لمرحلة مهمة جدا، وهو اننا نختبر ان المطحنة بعد ما نعمناها الدرجات دي ما بتوصلش لدرجة ان التروس هنا تلمس بعضها، وده هنتأكد منه عن طريق الصوت. هنشغل المطحنة نسمع صوتها كويس، هتلاقوا صوتها وهي فاضية كده صوت سموث ناعم جدا. ونبدأ ننعم تكة تكة، نسمع صوت كل درجة من الدرجات الناعمة اللي احنا زودناهم دول، نتأكد ان مفيش فيهم اختلاف عن قبل كده، لان لو في اي اختلاف معناها ان الترسين دول بدأوا يلمسوا بعض، وده معناها ان مع الوقت ممكن يحصل مشكلة في التروس دي، فلازم نرجع نخشنها مثلا درجة كمان او درجتين على حسب. ولو لقينا ان الصوت تمام والتروس مش لامسة بعضها، فنبدأ نجربها فعلا مع البن، ونتأكد ان احنا وصلنا لدرجة النعومة الكافية ان احنا نستخدمها للاسبريسو في الباسكت المكشوف. فيبقى دلوقتي تاني انا هنا ظابطها على الدرجة اللي كانت عليها قبل كده، وهوصلها في الفيشة وهنسيبها وهي مفكوكة كده. بس عشان تشتغل لازم نركب الهوبر في مكانه حتى لو هو في الهوا كده. كده وصلنا الفيشة، نحاول ما نلمسش اي حاجة فيها كهرباء. هركب الهوبر في مكانه، هلاقيها نورت وكده هي جاهزة ان هي تشتغل. هنشغلها بسم الله. طبيعي جدا في شوية بن وقعوا، مش مشكلة. هنشغلها دلوقتي تاني، واحنا مشغلينها هنبدأ ننعم درجة درجة ونشوف في اختلاف في الصوت ولا لأ. 1 2 3 4. خدتوا بالكم من فرق الصوت؟ دلوقتي هي على الدرجة دي مفيش احتكاك ما بين الترسين. على الدرجة الأنعم بالظبط في احتكاك خفيف جدا ما بين الترسين، فنقدر نقول إن دي تقريبا هي أنعم درجة ينفع نستخدمها. بصوا كده، هرجع تاني. ناعم في حكة، ناعم في حكة. فالأفضل دلوقتي إن أنا أخلي الدرجة دي هي أنعم درجة بالنسبة لي، عشان خاطر أتأكد خالص إن التروس متحكش في بعضها. يبقى أول حاجة هفصل الكهرباء. يفضل أفك الهوبر عشان ما تبقاش متعلقة بوزن الهوبر ده كله. نسيب الجزء ده بس هو اللي متعلق. وكده أنا هبتدي أفك تاني الثلاث مسامير دول. أشد دي لفوق شوية، أرجع دي تاني لدرجة 1 وهي على نفس الوضع ده، فتبقى دي بالنسبة لي هي أنعم درجة أنا وصلت لها. دلوقتي أنا فكيتهم تاني، هرفع دي بإيدي حاجة بسيطة كده، وأرجع تاني بقى أنعم لغاية ما أوصل درجة 1 اللي هو التكتين دول. بعد كده خلاص مفيش أنعم من كده. فكده أنا في الأول كنت معدلها 7 درجات، كده رجعتهم تاني كأنهم بقوا 5 درجات بس. هرجع تاني أثبت بقى المسامير كلها كويس جدا في مكانها. تمام جدا كده، مبقاش في حاجة بتتحرك من مكانها. بقت هي دي بالنسبة لي أنعم درجة طحن. لسه ما جربتهاش، لكن كده كده في المرحلة دي مش هقدر أوصل درجة أنعم من كده. أقدر أقفلها تماما وبعد كده أجربها. لو أنت محتاج تجربها الأول، أنت ممكن تحط ده مجرد حط بس وتركب الهوبر وتجربها وهي في الوضع ده، لكن أنا مش محتاج كده. أنا متأكد إن أنا كده وصلت لأنعم درجة أقدر أخدها من المطحنة دي. فهرجع تاني أربط كل المسامير المرحلتين اللي فاتوا زي ما فكيتها بالظبط. يفضل وانا بعمل كده اتاكد ان كل حاجه نظيفه تماما من البن، لان البن ده فعلا بيعمل مشاكل كتير جدا لما بيجي في التروس دي. احيانا بيخليها تعلق ويخلي المطحنه ما تشتغلش كويس. فتاكدوا ان كل حاجه نظيفه كويس جدا قبل ما تقفلوا عشان ما تقابلوش اي مشاكل. وهبدا بالاربع مسامير الكبار. تمام، ننضف الغطا ده برضو. نركب اخر مرحلة 7 مسامير.
تمام جدا كده، كل حاجة راكبة في مكانها كويس. حاول نرتب الدنيا شوية ونجربها. تمام، مطحنة شغالة. دي حاليا أنعم درجة، مفيش فيها أي صوت حكة. فاحنا دلوقتي جاهزين إن احنا نجرب. لو تفتكروا دي كانت النتيجة قبل التعديل، وده لسه هنجرب فيه بقى النتيجة بعد التعديل. برضو هنجرب أنعم درجة خالص. نجرب حبة بن صغيرين جدا من نفس النوع بالظبط. أنعم درجة، بسم الله. اعتقد من غير ما اعمل اي حاجة الفرق واضح جدا. البن اصلا نازل كتل من كتر ما هو ناعم جدا جدا. يعني دي كده انا ما اقدرش استخدمها في ماكينة الاسبريسو لان هي ناعمة بزيادة. مش هي دي الدرجة اللي انا محتاجها، انا محتاج درجة اخشن من كده. لكن دي كده انعم درجة قدرت ان هي توصل لها المكنة. بصوا بتتشكل ازاي وبتتكتل ازاي، وكمقارنة بينها وبين قبل التعديل ده الفرق اهو. دي كده كانت انعم درجة قبل التعديل، درجة انعم حتى من اللي احنا محتاجينها الباسكت المضغوط. لكن في الباسكت المكشوف كنا محتاجين درجة انعم او حاجة، ومش في كل انواع البن. اديكوا الدرجتين جنب بعض، ويعتبر ممتاز جدا جدا. مكناش نتوقع نتيجة احسن من كده. تمام، زي ما شفنا عملية تعديل المطحنة دي ما هياش عملية سهلة قوي. بتحتاج ان انا افك المطحنة كلها، محتاجة تولز كويسة، محتاجة مفك طويل جدا جدا مش مفك قصير خالص عشان اصلا اعرف افك المطحنة. لكن برضه لازال الموضوع بسيط مش معقد قوي. والنتيجة في الحقيقة اللي وصلنا لها نتيجة ممتازة جدا جدا. انا ما كنتش متوقع ان المطحنة دي ممكن فعلا توصل لدرجة القهوة التركي. واهم حاجة خلال عملية التعديل زي ما وضحت لكم في الفيديو عشان ما تقابلوش اي مشاكل باذن الله، هو اننا الاول نبقى ظابطين الترس بتاع درجات الطحن على انعم درجة. ما نحركش الترس اللي فوق ده ابدا يمين وشمال. بعد ما نفك الثلاث مسامير هنرفعه لفوق حاجة بسيطة بايدينا، ونتأكد ان هو ما بيلفش واحنا بنلف الترس ده خلال عملية التعديل. وبعد ما تعدل عدد تكات معينة هتحتاج انك تجرب تتأكد ان الصوت مفيش فيه اي مشاكل وان الصوت فعلا مظبوط زي الاول. وعشان اوصل لانعم درجة دي انا احتاجت ان انا اعدلها 5 تكات. لكن تاني باكد وبوضح ان مش كل المطاحن دي زي بعضها. في مطحنة هتحتاج تعديل تكتين او 3 بس، في مطحنة تانية هتحتاج تعديل 10 او 12 تكة. والموضوع ده لازم يبقى عندك فيه شوية حكم وتقدير. كل ما كان تقديرك المبدئي اقرب للواقع كل ما مش هتحتاج انك تجرب كتير وتفك وتربط كتير عشان توصل لأنعم درجة ممكنة. وطبعا نفس الخطوات اللي عملناها دي هي اللي بتتعمل في مطحنة كازو او اليتي او جيباس او اي مطحنة بنفس الشكل ده. وكل الفرق بس انك ممكن تلاقي المسامير الداخلية شكلها مختلف شوية. فأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في تعديل المطاحن بتاعتكم. ولو قابلتكم أي مشكلة خلال التعديل اكتبولي في الكومنت، هحاول أجاوب عليكم بسرعة جدا بإذن الله. وكالعادة لو عجبتكم الحلقة فما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب في القناة عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. لسه عندنا مطاحن كتير قوي هنتكلم عنها الفترة اللي جاية، فقريب أكيد هشوفكم في فيديو جديد. سلام.